قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم جل في علاه وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك. فيقول جل في علاه: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر تسبيحا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال: فيقول جل في علاه: فما يسألوني؟ قال: فيقولون: يسألونك الجنة. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد طلبا وأعظم فيها رغبة. فأين المشمرون؟ أين المشمرون؟ قال: فيقول: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فأبشروا يا أهل هذه المجالس. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول جل في علاه: وله قد غفرت، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. نعم، أبشروا يا أهل هذه المجالس،